السلام عليكم. الخضر المخمرة كنز من البكتيريا النافعة، كتحسن الهضم، كتعزز المناعة، وكتساعد الجسم على امتصاص المغذيات بشكل أفضل. هذه طريقة الماء المملح لتحضيرها. خديت قراعي معقمين ودرت فيهم ما بين 20 حتى 25 غرام د الملح الطبيعي في كل لتر من الماء. استعملت الماء المغلي باش نتأكد بأنه معقم. زديت القراعي وخليت الملح حتى داب والماء برد تماما. من بعد عمرت القريعات ديالي بالخضر. ممكن نستعملوا اي نوع من الخضر الا البطاطا هي الوحيده اللي ما خصناش نخمروها. وممكن تستعملوا اي نوع من المنسمات اللي بغيتوا. هنا مثلا درت شويه ديال الخرقوم طري مع الشوفلور، يعطي المذاق وفي نفس الوقت يعطي اللون. وممكن ديروا الاعشاب المنسمه او الثومه او اللي بغيتوا. انا هنا ما درت لهم حتى شي منسمات، خليتهم طبيعيين من غير الشوفلور هو اللي درت ليه الخرقوم. من بعد كنرجعوا الماء المملح اللي خليناه يبرد وكنصبوه على الخضر وكنعمروا القراعي ديالنا. وإلا عندنا خضر مخمره قديمه وبقى عندنا من هذا السائل ديالها، ممكن نزيدوا على القراعي جداد كيسرع من التخمر. يعني بحال المبدأ ديال الخميره كنزيدوا شويه باش كيخمر لينا بسرعه. وباش نتاكد بان عمليه التخمر غتكون صحيحه وناجحه ان شاء الله، كناخذ واحد الشريحه د الحامض وكندخلها بهذا الشكل وكنضغط عليها باش تحبس ليا الخضر تحت الماء. كاينين تقالات ديال الدجاج وديال الرخام كيتباعوا، الدور ديالهم هو يحبسوا الخضر تحت الماء، يعني هما خصيصا لهذا العمل هذا. المهم انا كندير هاد الطريقه ديال شريحه د الحامض، وتبارك الله كيخرجوا ليا خضر من داك الشيء الرفيع كيبقاو محبوسين تحت الماء وما كيخسروش. كنسد القراعي ديالي وكنحطهم في مكان مظلم مده 15 يوم على الاقل. وكل قرعه كنحلها كنحطها في الثلاجه، واللي مازال ما حليتهاش كنقدر نخليها في البلاكار. شوفوا تبارك الله الغازات اللي ناتجين على البكتيريا النافعه، يا سلام. واخا ما يطلعوش لكم هاد الغازات، راه الخضر المخمره ناجحين معكم. الهضم السليم والمناعه القويه كيبداو من الامعاء، والخضر المخمره مفتاح لهذا التوازن. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا ديال غدا.